صباح الخير، معاكم دكتور عماد وقناة صيدلينو. المحاضرة موجهة للسادة الصيادلة. ازاي نعرف كل منتجات التفتيح اللي موجودة في السوق، وازاي نختار الانسب فيها واوصفها للبيشنت بتاعي وانا واثق 100% ان هي هتجيب فعالية او نتيجة. لكن الاول خلينا نتكلم عموما عن البيجمنتيشن بتاع السكين. البيجمنتيشن ممكن نقسمه لحاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولى اللي هو الاسمرار العام، زي إن أنا أطلع في شمس فيحصل لي اسمرار عام، زي ما بنطلع مصيف فيحصل اسمرار عام. لكن الأصعب منه اللي بنسميه الدارك سبوتس أو البقع. طيب البقع ديت أنواع كتير وبتختلف الأنواع حسب السبب، يعني بنعمل لها كلاسيفيكيشن حسب السبب. أول نوع اللي بنسميه سان سبوتس. يعني إيه سان سبوتس؟ في ناس لما بتتعرض للشمس خاصة بعد سن ال30 يبتدي يظهر بقع مش غمقان عام في الجلد، وديت الصورة بتاعتها أظن يعني ديت أوضح حاجة، ودي اللي بنسميها صن سبوتس. سببها الرئيسي أشعة الشمس. فعشان كده لما بوصف كريم تفتيح للصن سبوتس مهم جدا جدا واقي ضد الشمس. وعموما أي علاج للبيجمنتيشن زي ما بوصف حاجة تفتح لازم في نفس الوقت واقي ضد الشمس يكون قوي وفعال. طيب الحالة التانية اللي بنسميها ميلازما. ميلازما دي من أصعب الحالات في التفتيح، بتاخد وقت طويل عشان أفتحها، وبيبقى العلاج يفترض إن هو لايف لونج، يعني بيبقى بروتكشن طول الوقت، لأن الشخص اللي بيتعرض للميلازما دوت جاست بس يخرج في أشعة الشمس يومين 3 من غير واقي ضد الشمس، لو انا بعالجه بقالي 3 شهور وفتحت له الدنيا هيرجع لنقطة الصفر من تاني. فالميلازما عايزة وسوسة شوية. الميلازما لغاية دلوقتي العلماء بيفسروها ان هي اضطرابات في الهرمونات او لخبطة في الهرمونات. احيانا بتحصل بوست بريجننسي، احيانا بتحصل بوست مونوبوزال، واحيانا بتحصل للاشخاص او البنات ولا كده ولا كده. لكن في اغلب الوقت الميلازما اسبابها اضطرابات هرمونية. طيب تالت نوع بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. دي التصبغات اللي سببها الرئيسي الانفلاميشن. بعد الانفلاميشن زي الناس اللي عندها حب شباب ممكن الحبايه تخف لكنها تسيب اثر او غمقان في الجلد، ديت بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. الناس اللي بيبقى عندها حساسيه في الجلد وتهرش بعديها تسيب اثر. الاحتكاك اللي تحت الاندر ارم او تحت الباط يسيب اثر. الاحتكاكات اللي موجوده بين الرجلين في المناطق الحساسه ممكن تسيب اثر. فدي بنسميها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. اصعبهم على الاطلاق في العلاج الميلازما، اسهلهم في العلاج السان سبوتس، ان بتوين البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. هنا برضو بيقول لي خلي بالك الميلازما بقى كذا نوع. الانواع التانية احنا قلنا الميلازما اضطرابات هرمونية لكن ليها شوية اسباب تانية بتنشطها، لكن الاساس بالنسبة لي اضطرابات الهرمونات زي اشعة الشمس، زي الضغط النفسي، اضطرابات الغدة الدرقية، بعض انواع الادوية. هي ازاي صبغة الميلانين بتتكون في الجلد؟ لو قدرت اعرف ازاي الصبغة بتتكون هبقى فاهم كل كريمات التفتيح اللي في الماركت بتشتغل ازاي، لان اي كريم تفتيح في الماركت بيشتغل على خطوة من 3 خطوات. هنا هقول 4 خطوات. الخطوة الاولى بنحمي نفسنا منها عن طريق الصن بلوك. بس نشوف صبغة الميلانين ازاي بتتكون. اول حاجة خطوة الاندكشن، خطوة تحفيز تصنيع الصبغة في الجلد. مين اللي بيحفز تصنيع الصبغة في الجلد؟ اكتر حاجة اليو في ريز. عشان كده الصن بلوك لازم. ايه تاني ممكن يحفز؟ الانفلاميشن. عشان كده قلنا بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، اضطرابات الهرمونات. كل دوت بيعمل لي اندكشن لتصنيع الصبغة. طيب الخطوة التانية خطوة بقى التصنيع نفسها. تصنيع الصبغة بيتصنع في طبقات الجلد السفلى عن طريق انزيم اسمه تيروزينيز انزيم. تيروزينيز انزيم بيحول الامينو اسيد اللي اسمه تيروزين لصبغة الميلانين، بس ده بيبقى في طبقات الجلد السفلى. يبقى اي حاجة هتمنع التيروزينيز انزيم هتفتح. الخطوة الثالثة لسه الصبغة تحت، الصبغة تبتدي تتنقل للطبقات العليا، يحصل لها ديستريبيوشن للطبقات العليا. بعد كده الصبغة تبتدي تثبت او يحصل لها انستوليشن على الطبقات العليا.
خطوة 2 3 4 أي كريم موجود في الماركت بيشتغل على خطوة من الخطوات دي، وفي كريمات بتشتغل على أكتر من خطوة. نشوف كده أمثلة بسيطة. خطوة الاندكشن قلنا لو السبب الرئيسي الشمس لازم صن بلوك. طيب بالنسبة لخطوة التصنيع قلنا بنمنع التيروزينيز انزيم اللي بيحول التيروزين لميلانين. ايه امثلة الحاجات اللي بتمنع التيروزينيز انزيم؟ عندي حاجة زي خلاصة الليكوريش، خلاصة العرقسوس، مادة اللي اسمها جليبريدين. عندي حاجة برضو بتمنع التيروزينيز انزيم زي الكوجيك اسيد. عندي حاجة يمكن مش مستخدمة في دول كتير زي زمان اسمها هيدروكينون، من اقوى المواد، اتلغت في امريكا لكنها لسه متاحة في بعض الدول، ممكن نستفيد منها بس لفترات قصيرة. طيب خطوة الديستريبيوشن اللي فيها الصبغة بتتنقل من الطبقات السفلى للطبقات العليا نقدر نمنعها عن طريق النياسيناميد او فيتامين بي 3. يبقى فيتامين بي 3 او النياسيناميد بيفتح. خطوة الانستوليشن نمنعها عن طريق المقشرات. يبقى اي حمض بيعمل تقشير هيبتدي يعمل لي شوية تفتيح، اشهرهم على الاطلاق الجلايكوليك اسيد. عايز اقول لكم في شركات بانيه البرودكتس كلها زي شركة ايزيس على الجلايكوليك اسيد، على التقشير، وده حاجة سهل احنا نعملها، يعني ممكن نعملها تركيب مثلا. اوكي، طب ايه تاني بيعمل تقشير؟ الاسكوربيك اسيد بمشتقاته، يعني فيتامين سي او منتجات فيتامين سي بتعمل تقشير وتعمل تفتيح. بقى المنتجات اللي موجودة في السوق، ازاي اختار منتج مناسب يجيب فعالية؟ انا عامل كلاسيفيكيشن هنا لكل منتج، سواء 1 بلس 2 بلسز 3 4. طبعا كل ما البلسات ديت او بلسز بتزيد ده معناها ان المنتج اقوى. طب ممكن حد يقول لي طب هو انت ليه حاطط لنا المنتجات مثلا واخده 2 بلس؟ عشان المنتجات اللي واخده 2 بلس دي ممكن نستخدمها سواء ان انا احافظ على لوني او بستخدمها كتفتيح اسمرار عام، فانا مش محتاج حاجه قويه قوي، لان الحاجات القويه برضو ممكن تعمل لي احمرار، ممكن تعمل لي التهابات، او ممكن نستخدمها في الاماكن الحساسه. فاي حاجه واخده 2 بلس هي مش اقوى حاجه، لكنها تنفع زي ما قلت لكم، تنفع للاماكن الحساسه، تنفع لتفتيح اسمرار عام. طيب زي ايه؟ وكل منتج طبعا هنقول ينفع لايه. عندي اولا بايو بالانس وايتنينج كريم، ده بيعتمد بشكل اساسي على النياسيناميد وجلايسرايزيك جليبرا اللي هي الجليبريدين، اللي هي قلنا بيمنع التيروزينيز انزيم، وفيتامين سي نفس الكلام. لكن من خلال الخبرة في الاستعمال هو مش أقوى حاجة للتفتيح، بياخد وقت عشان يفتح. ممكن نستعمل منتج صبح وليل عشان يعمل شوية تفتيح، فمش أقوى حاجة. يجي بعديه يسرن ايفن برايتر. هل يسرن ايفن برايتر أقوى حاجة؟ برضو ستيل مش أقوى حاجة، نفس برضو الكلام وتقريبا نفس المكونات. ماليتكس او برودكت التفتيح بتاع ماليتكس برضو نديله 2 بلس. فيتامين سي اربيوتين برضو دي ماده بتمنع التيروزينيز انزيم. ليكوريش اكستراكت بيمنع التيروزينيز انزيم. لكن كل تقييم المنتجات ده يا دكاتره بناء على خبره سنين الحمد لله. طيب ACM ACM في كوجيك اسيد، والكوجيك اسيد من الحاجات اللي بتمنع التيروزينيز انزيم، لكن من خلال خبره الاستعمال برضو ياخد 2 بلس. ستارفيل نفس الفكره برضو، كوجيك اسيد والفا اربيوتين الاثنين بيمنعوا التيروزينيز انزيم، وليكوريش اكستراكت بيمنع. يعني نشوف المنتج نقول واو ده 3 بيمنعوا التيروزينيز انزيم، لكن ما نتخدعش يا دكاتره بجاست الانجريدينتس. نبتدي ندخل في حاجات اعلى شويه. عندي ايزيس بقى، ومن افضل المنتجات اللي في السوق للتفتيح ايزيس. عندي ايزيس بادي تون وايت، انا بفضل ايزيس بادي تون وايت دوت. على فكره ممكن نستعمله لوشنا عادي جدا. بيعتمد ايه؟ اغلب منتجات ايزيس زي ما قلت بتعتمد على الجلايكوليك اسيد او على التقشير. ميزه البادي تون وايت هو ياخد 3 بلس، انه مش حامي قوي، هادي، فاقدر استعمله في الاماكن الحساسه واستعمله كتفتيح عام من غير اي مشاكل. بس طبعا يا دكاتره اي منتج تفتيح يفضل في البدايه اعمل تيست على الجلد. يعني ممكن ناس كتير ما يعملوهاش مشاكل، لكن ممكن مع حد تاني يعمل له حساسيه، فاشوف
يعني لما اوصفه لاي بيشنت اقول له انت بتجرب على حته صغيره مثلا من وشك، بعد كده لو ما عملش التهابات شديده بتقدر تستعمله. ندخل على مجموعه نيوتون سيرم بتاعت ايزيز، دي تاخد 4 بلس شويه ايه جلايكوليك اسيد وساليسيليك اسيد، مزودين عليها بقى النياسيناميد والليكورش اكستراكت. يبقى عندي حاجتين بيمنعوا الانستوليشن، نياسيناميد بيمنع الديستريبيوشن، ليكورش اكستراكت بيمنع التيروزينيز انزيم. مجموعه متكامله من اقوى الحاجات للتفتيح، بس مش هنستعملها مثلا كتفتيح عام، هتبقى شديده ممكن تعمل حساسيه او احمرار. فدي يفضل نستعملها للسان سبوتس، للميلازما، للبوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، بتبقى الفعاليه حلوه جدا. ندخل بقى على حاجه 4 بلاسز بس حاميه قوي، اقوى سنه، مجموعه يونيتون 4 بتاعت شركه ايزيز، دي افضل للميلازما فقط، مش بنستعملها غير للحالات الريزيستنت بتاعت الميلازما. يعني ممكن في الاول نستعمل نيوتون، مجموعه النيوتون ما جابتش نتيجه، نروح لليونيتون 4، واليونيتون 4 ادفانس اقوى كمان. طيب عندي المجموعه بتاعت ايزيز سيكاليا، دي فيها ميزه ان هي فيها برضو جلايكوليك ولاكتيك، دول تقشير، لكن فيها ميزة ان هي فيها كمية مرطبات عالية جدا جدا، فعشان كده نقدر نستخدمها في الاماكن الحساسة، بس برضو بنعمل تيست واقدر اديها 3 بلاسز. وبنستعملها لحالة اسمها كراتوزيس بايلاريس او جلد الوزة، هحط لكم شكلها، دي من افضل الحاجات للكراتوزيس بايلاريس، بنستعملها مرة الصبح ومرة بالليل، وبرضو بتنفع للاتوبيك ديرماتايتس، نوع من انواع الحساسية اللي بتعمل قشرة. ليه؟ لان هي دي مقشرات ومرطبات في نفس الوقت، فبيبقى مناسب للحالات ديت. عندي 2 كريم رخاص جدا، سعرهم اقل من 50 جنيه، لكن فعالين جدا، لكن مشكلتهم ان هم بيعتمدوا بشكل اساسي على مادة الهيدروكينون. مادة الهيدروكينون زي ما قلنا اتلغت في بعض الدول منهم امريكا، وفي كلينيكال ترايلز بتقول ان هم كارسينوجينيك. طيب ميزتهم ان هم اقل من 50 جنيه. طب لو انا عايز استعملهم، اوصفهم للبيشنت اللي مش قادر يدفع لفترات قصيره، يعني هقول له تستخدم، طبعا هم حاميين جدا فبنستخدمهم للميلازما او السان سبوتس او البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، وانبه على البيشنت نقط بسيطه على الاماكن اللي فيها البقع، تتساب 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده بتتغسل ماكسيمم اسبوعين مش اكتر من كده. المجموعه بتاعت بايوديرما، مشكله مجموعه بايوديرما اولا هي بقت غاليه جدا، ثانيا هي مش اقوى حاجه، وعشان تجيب فعاليه لازم استعمل اكتر من منتج، يعني استعمل الغسول مع سيرم الصبح وسيرم بالليل، فهتبقى التكلفة عالية جدا جدا جدا. بس لو هنوصف حاجة من بايوديرما بنوصف الكونسنتريت، الكونسنتريت ده أفضل واحد فيهم كفعالية. عندي واحد بقى السوبر، من أقوى الحاجات المجربة وبتجيب فعالية 100%، لكن حجمها صغير وتكلفتها أعتقد تعدي 1500، اليسرين. اليسرين من الحاجات الفعالة جدا، المواد الفعالة بتاعته بيعتمد على الفينايل ريزورسينول، الفينايل ريزورسينول كمادة موجودة في بعض الشركات زي لاروش وفعال جدا. لاروش بوزي بيجمنت كلار اديله 3 بلس، برضو من الحاجات الكويسة جدا. سوسكن من الحاجات الفعالة جدا خاصة في الأماكن الحساسة، فأنا لو هوصف حاجة للأماكن الحساسة أنا بالنسبة لي نمبر 1 بحط سوسكن. أوكي. يورياج دي بيدرم مش أقوى حاجة فبنستخدمه كتفتيح عام. فارماسيرس، حاجات فارماسيرس برضك من الحاجات الفعالة وإن كانت تكلفتها عالية. من الحاجات برضو اللي كويسة جدا والناس جربتها وقالوا فعالة جدا جدا، منتجات بتاعت شركة ناتافيس. عندي ناتافيس وايت ادفانسد، ميزته ان هو فعال جدا، وفي ناس جربته للميلازما وجاب نتيجة هايلة معاهم. وشكرا.